الاهلي بيخسر من سان داونز 5-2. مباراة قدم فيها الاهلي اسوأ ما عنده، وبنكرر نفس السيناريو بتاع 2019 بالكربون. 5 من سان داونز في ملعب كلنا عارفين اللي هو صعب، في ملعب كنا عاوزين نقفل فيه حتى ونطلع بيه بالتعادل، لكن كولر للاسف حط خطة زبالة. ما اقدرش اقول اي حاجة غير ان مجلس الادارة رقم 1 هو السبب، سواء الكابتن محمود الخطيب بقى كله، زائد كمان كولر، زائد اللعيبه. لحد دلوقتي انا مش متخيل ازاي الاهلي ما لعبش مع سان داونز. انا لحد دلوقتي بقول اللي لعب مباراه سان داونز دي لوحده هو بيرسي تاو. بيرسي تاو يوم ما يفاجئنا بهدف ويفاجئنا بمهارات ما شفناهالوش غير مع الاهلي في المباراه دي بالذات. مباراه بصراحه هي فضيحه تعاقب عليها مسؤولين النادي الاهلي بالكامل. اقل حاجه اقولها في المباراه دي اللي الاهلي كان المفروض يضغط على سان داونز بكل قوته. دفاع سان داونز كان ضعيف، ما بيعرفش يدافعوا من الاخر كده. دفاع سان داونز مش موجود. طب انتوا فاكرين الراجل ده اللي عمل كل حاجه مع النادي الاهلي، وجاي النادي الاهلي وهو بيعشق النادي الاهلي، جاب لك 2 افريقيا منهم بطوله من الزمالك غريمك التقليدي، في مباراة اسمها نهائي القرن الافريقي نجح فيها موسيماني اللي هو يجيب لك البطولة. الناس قعدت تقول لك ايه يعني، ما هو اصلا جاي من نص النهائي، ما جاش من البطولة كاملة. السنة اللي بعدها على طول يرجع ويلعب البطولة من الاول، من دور ال 32 لحد النهائي وياخدها. ونفس الكلام على بطولة السنة اللي فاتت اللي الاهلي اختارها من الولاد بفعل فاعل، ومجلس ادارة النادي الاهلي ما عرفتش تتكلم. وبعد كل ده جمهور الاهلي يقول لك موسيماني وحش عشان بيدافع. طب ما انت عندك مدرب حاليا بيعرف يهاجم، ومن الرغم ان هو مش معاه مهاجم بس بيعرف يهاجم ويوصل، بس ما بيعرفش يدافع. والكلام ده مش على كولر بس، الكلام ده على كل مدربين العالم. مفيش مدرب بيدافع حلو ويهاجم حلو. اكيد في مدرب هيدافع وهيلعب على المرتده، واكيد في مدرب هيهاجم بس الدفاع بتاعه هيبقى مش متأمن. وده بيحصل في كل العالم، مش بس مع كولر ولا مع موسيماني، ده بيحصل حتى مع جوارديولا عنده اخطاء. كل مدربين العالم عندهم اخطاء. فما تجيش تقول لي اصل موسيماني بيدافع وبيلعب على المرتده مش بيكسب. سؤال، مش بيكسب؟ بيكسب. ولا انت عاوز مدرب يقعد يلعب ويهاجم وفي الاخر يخسر؟ ده النهارده يا راجل الاستحواذ بتاع مباراه الاهلي وسان داونز كان معظم الشوط الاول 80% استحواذ لسان داونز و20% للاهلي. النسبه دي بالنسبه لي انا اول مره اشوفها في حياتي النادي الاهلي في مباراه زي دي. خلاص الكلام كده، سبب الخساره رقم 1 طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، لان هي لحد دلوقتي مش عاوزه تفرض عقوبات. وانا قلت الكلام ده من يوم ماتش تقريبا فيوتشر، قلت ان الاهلي المفروض يفرض عقوبات. وايضا يوم ماتش المصري البورسعيدي اللي كان انتهى بالتعادل السلبي، قلت برضه لازم الاهلي يفرض عقوبات. ولحد دلوقتي ما شفناش اي عقوبه بصراحه كده. عشان اجيبها لكم، انا اول ما الاهلي اجى في الهدف الثالث انا قلت خلاص ربنا يستر والاهلي بس ما يجيش في 5. قلت ربنا يستر والماتش ده يعدي كده 3-4 ما يعديش 5، ولكن قدر الله ما شاء فعل وهارد لك. انا بصراحه مش عاوز اقول ان الاهلي يكمل في البطوله دي. انا بصراحه بعد اللي شفته النهارده قرفت ومش عاوز الاهلي اصلا يلعب في البطوله دي تاني. هتقول لي ليه؟ هقول لك اللي انت شفته النهارده ده بصراحه يقول لك ان الاهلي ما ينفعش يلعب في افريقيا دي تاني غير بلاعيبه عندها روح. ازاي الماتش يبدا باخطاء دفاعيه من النادي الاهلي وكوارث دفاعيه، وفي الاخر تيجي تقول لي احنا عاوزين نكمل في البطوله دي؟ تكمل فيها ازاي وانت عندك اخطاء دفاعيه كارثه؟ ده انت عندك اخطاء دفاعيه اكتر من دفاع سان داونز نفسه اللي هو عنده اخطاء دفاعيه اعلى منك، بقى انت اللي اعلى منه في الاخطاء. واتمنى بقى من مجلس اداره النادي الاهلي تفرض عقوبات على الفريق كله من اكبر حد لاصغر حد. وبس كده، وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. مع السلامه.